عمركم جربتوا روتيسري تشيكن محشيه ورق عنب؟ او جربتوا فرخه لودة شركسيه وغرقانه بصوص كريمي بعين الجمل؟ وطبعا مش محتاجين نقول لكم مين اللي بيحشي الفراخ بالطريقه دي، اكيد عرفتوه. وهو بايوكي، ورحنا عشان نجرب منيو رمضان الجديد، وعامل فرختين لودة جداد، واحده بالورق عنب وواحده شركسيه. بدأنا باللودة شركسيه، ودي بالنسبه لي السوبر ستار. بتبقى مليانه برز مطبوخ وغرقان بصوص عين جمل كريمي، وبيتحط عليها عين جمل متحمص من فوق. بجد يا جماعه مفيش حلاوه كده. الرز كريمي بطريقه مش طبيعيه مع تسويه الفراخ نفسها، ومش ببالغ والله، بس دي احلى فكره لودة تشيكن هم عملوها. وانا بالنسبه لي ان هم جمعوا اكتر حاجتين بحبهم، الفراخ وورق العنب، فدي عجبتني اكتر. والورق عنب بيبقى معاه دبس رمان وبيتحط عليه رمان من فوق، ويا جماعه طعمه مش طبيعي فعلا، الكواليتي بتاعته بيتي. ومش محتاجين نقول لكم على تسويه الفراخ بتاعت بايوكي عشان على طول بتعجبنا. منزلين بقى حاجه جديده كمان اسمها نوت شاورما سلايدر، ودي بتبقى سلايدرز جواها شرايح فراخ بتتبيله خاصه بيهم، مع خضار شاورما وصوص توميه وشبت. طعمها مش شاورما، عاملين ميكس كده صايع، اختراع بصراحه. وهم غيروا فكرتنا عن السمبوسه، لقيناهم عاملين سمبوسه جديده محشيه مسخن، بتبقى عباره عن مسخن معاه بصل مكرمل وسمان. وعندهم سمبوسه ثانيه محشيه جبنه كريمي. احنا جربنا الفطار عندهم من فرع مول مصر، وعندهم فرع في ذا درايف اللي في التجمع، وقريب هيفتحوا في مول مجره اللي في زايد. قولوا لنا في الكومنتس بقى، انتوا تيم شركسيه ولا تيم ورق عنب؟